من الحلويات والوصفات السريعة والبسيطة اللي ما تاخذ من عندكم وقت هي حلا الشعرية الباكستانية بأربع مكونات، اللي هي الزبدة والحليب المكثف والشعرية الباكستانية والفستق للتزيين. تقدرون تستخدمون بدل الفستق أي مكسرات غيرها، بس تطحنوها. خليت الزبدة على نار هادية وخليت عليها الشعرية الباكستانية بعد ما كسرتها كلش زين، وحمصها حمصة زينة لحد ما تاخذ نكهة الزبدة. وبعدها راح أضيف الحليب المكثف وراح أخلط همين هنا خلطة زينة لحد ما تتداخل الحليب المكثف بكل الشعرية وأطفي عليها، أعوفها تبرد بعدين أشكلها. هنا تقدرون تستخدمون أي نوع قالب بتوفر عندكم أو تخلوها مثلا البايركس وتقطعوها. أنا هنا استخدمت تشيلة، بالعادة أحب هالوصفة بتشيلة. خليت فستق وخليت عليها الشعرية الباكستانية اللي سويتها، وراسا تنزل يعني ما راح تلزق بتشيلة، اطمئنوا. وبس تتقدم بشهر رمضان أو تتقدم ويا القهوة، حلا كلش سهل وكلش طيب، وأكيد أنصحكم تجربوه. وبس.